وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة رامز المصري المتحدث الإعلامي باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي. سيد رامز، البت نهائيا في قضية مبارك غدا، ماذا يمكن أن يقدم لمصر في هذه المرحلة؟ البت غدا هو بالنسبة لنا هي قضية حكم سياسي وليس حكم قانوني، لأن مبارك كل من قتل الثوار متهم فيها بالتحريض على قتل الثوار والتخطيط والتحريض على قتل الثوار، والضباط الذين قاموا بتنفيذ هذه العمليات الآن خدوا أحكام براءات. فالحكم غدا هو حكم سياسي وليس حكم قضائي لتهدئة الرأي العام والاحتقان ضد مبارك وتجاهل القضايا الأساسية، قضايا قتل المتظاهرين والتربح فقط، وقضايا الفساد المالي والإداري، والقضايا السياسية، وقضايا التهم الخيانة العظمى التي قام بها نظام مبارك على مدار 30 عاما الماضية. طيب، هناك جهات قضائية تحدثت عن إمكانية تأجيل النطق بالحكم، في حين أن جموع الشعب المصري في الداخل والخارج تنتظر الحكم. هل تعتقدون أن المحكمة ستراعي هذا العامل السياسي والشعبي؟ بالتأكيد هتراعي هذا العامل، لأنه هذا سيزيد من الاحتقان الشارع ضد المؤسسة العسكرية أو ضد القائمين على الحكم في هذه الفترة. ستراعي المحكمة هذا الوضع الراهن في ظل انتخابات الرئاسة القائمة يوم 16 و17 في الإعادة. فبالتالي نتوقع بنسبة كبيرة جدا أن غدا سيكون في نطق بالحكم، بالرغم ان نحن متأكدون انه حكم سياسي وليس حكم قانوني. يعني اليوم كانت هناك مظاهرات في القاهرة والإسكندرية تنادي بعزل الفلول بما فيهم المرشح الرئاسي أحمد شفيق. هل هذه النداءات تعبر برأيك عن المزاج السياسي العام في مصر، أم هي تعكس جهات سياسية بعينها؟ للتوضيح فقط، الإعلام اليوم مسيطر عليه أنها جمعة عزل الفلول فقط، وإنما هي جمعة لرفض الفلول والمرشح البديل الوضع المأزق الذي وضعنا به المجلس العسكري في الفترة الأخيرة. نعم. في الإعادة، جولة إعادة بين أكثر مرشحين قاموا بانتهاكات في الانتخابات، أكثر مرشحين عليهم دوائر وكانوا مستبعدين، أكثر مرشحين رافضهم الشارع. فوضع الشارع المصري في حراك حقيقي بين التيار الإسلامي وحكم المرشد أو عودة حكم مبارك. فمليونية اليوم إن صح التعبير عنها فهي للتوعية، وقام المسيرات في عدة مناطق شعبية انطلقت إلى الميدان بعد الصلاة، ومن منها خرجت برضك المناطق الشعبية للتوعية وتحفيز الشعب على أنه يشارك في الانتخابات ويبطل صوته كي تعلى نسبة المبطلين أصواتهم فتعاد إجراء الانتخابات، ويعلن الشعب خلالها أنه يرفض الوجهين الموجودين، وجه الإخوان ووجه الحزب الوطني. طيب، ما دام الآن المتظاهرون يرفضون مرسي ويرفضون أيضا شفيق، يعني كيف تتوقع أن تكون جولة الإعادة الثانية؟ جولة الإعادة الثانية بالنسبة بعد الأحداث الأخيرة أو بعد الأحداث التي منذ فترة التي يقوم بها جماعات الإسلام السياسي بتوجيه تهديدات ورعب إسلامي للشباب وللأقباط وللطوائف الموجودة في المجتمع، فإنها تميل أكثر لشفيق لحمايتهم من البطش الإسلامي السياسي الموجود حاليا. ولكن يقوم الاثنين المرشحين بمحاولة عقد صفقات لإرضاء الشارع في صفهم، ولكن المنطق كله أن الشارع المصري كله في حيرة أن يا إما عودة نظام مبارك أو عودة سنة ونصف للوراء، أو التوجه إلى الحكم الإسلامي السياسي أو حكم المرشد الذي يعود بمصر 3000 عام إلى الوراء. من القاهرة رامز المصري المتحدث الإعلامي باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي، شكرا جزيلا لك.